جايين احنا نقتدي بقمة الحياة تلك المرأة التي حين سأل رسول الله صلى الله عليه وآله، سأل الأصحاب ما هو خير للمرأة؟ كل واحد قال شيء. خير للمرأة أن يكون عندها زوج جيد، خير للمرأة أن يكون عندها فلوس، خير للمرأة أن كذا، خير للمرأة أن يكون عندها أولاد صالحين. النبي ما يجاوبهم. هنا عندنا روايتين، رواية نقل سلمان، رواية نقل أمير المؤمنين. سلمان يعرف الجواب وين؟ جاء إلى بيت علي وفاطمة: يا بنت رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد طرح سؤال، وهذا السؤال حار فيه الناس، فما هو خير للمرأة؟ قالت: خير للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. عاد سلمان قال: يا رسول الله، جايب الجواب، خير للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. قال سلمان: هاي الحشاية مو منك، هذا الجواب مو جوابك، من وين جبته؟ قال: هذا من ابنتك فاطمة. فقال رسول الله ثلاثا: فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. احنا نقتدي بفاطمة، احنا ما لنا علاقة بباقي القدوة، ما لنا علاقة بهذا اللي نشوفه في السوشيال ميديا، ما لنا علاقة بهالقدوات المزيفة اللي يسوون لنا اياها ويروجون لنا اياها ويلمعوها على اساس انها هي في الشيء. لا ابدا، احنا نقتدي بفاطمة، احنا نقتدي بزينب. انا ما اريد افصل في هذا الحديث، لان البعض حينما نشرت هذا الحديث في احدى التغريدات البعض استشكل علي، قال: عمي هذا مال زمن عثمانلي، شنو خير للمرأة لا ترى رجلا ولا يراها رجل؟ عمي هذه حقائق، إذا تريد تقبلها ما تقبلها هذه مو مشكلتي، أنت لا تقبلها. روح إلى الغرب اليوم وشوف المرأة اللي كانت عزيزة مكرمة عندنا ولا تزال بحمد الله وبفضل تعاليم أهل البيت وبفضل هذه الأعراف الناشئة من أخلاقنا الدينية، وشوف تلك المرأة اللي الساعة 2 بالليل تكنس بالشوارع، طلعوها من بيتها خلوها تكنس بالشوارع، طلعوها من مطبخها خلوها تشتغل بالمطاعم، طلعوها من خدرها من احترامها من مكانتها وخلوها تشتغل في المجاري إلى آخره. ترى هذا يعني، ترى الغرب يريد إلنا هذا النموذج مو شيء ثاني. لا تغركم الشعارات اللماعة.